سلام، مرحبا بكم في ايغو بالدارجه. عارف راسي غبرت بزاف، ولكن ماشي بخاطري. واول حاجه بغيت نقولها بهاد العوده ديالي هي شكرا وبزاف على الدعم ديالكم، بنات ودراري صغار وكبار. وغادي نحاول نعوضكم على هاد الغبره باني نبقى نحط 2 فيديوهات في السيمانه. اما الفيديو ديال اليوم غادي يكون كيدوي على واحد النظريه ديال البلاك بيل اللي طلبوها منكم بزاف. كتقول هاد النظريه ان شكلك والجينات ديالك هي اللي كتحدد قيمتك ومصيرك في هاد العالم الدارويني اللي كيقصي الناس الانسلز من سوق الحب والعمل بانهم ياخذوا الاهتمام والفرص. تقول لي شكون هما الانسلز؟ باختصار هما الاشخاص اللي سيمب وفاشلين في حياتهم، اللي كيكونوا الاغلبيه ذكور. ما علينا، انا نعطيك مثال. مثلا قتلتي شي سراق الزيت غادي تكون بطل في عينين الاخرين، ولا قتلتي فراشه غتكون انسان مجرم وما كيسواش. بغيتك تفهم ان حتى الاخلاق عندها معايير جماليه. اللي بغانا الفيلسوف نيتشه نفهموه، واخا بجوجهم حشرات الا ان الانسان بالطبيعه ديالو عنصري، واللي زوين هو اللي يعيش. هاد النظريه كتعتمد على الفراسه والشكل والجينات والغريزه اللي كتقود البشر. الطبقيه الجينيه، الشكل ديال عينيك وحجبانك وطولك، والشكل ديال الجسم ديالك، شعرك ولحيتك وتنف ديالك، وحوايج اخرين اللي ما عندهاش تسميات في اللغه العربيه، بحال النقاط اللي فوق الشنايف والشكل ديال الذقن ديالك الى اخره. كل ما توفرت فيك ميزات اكثر، كل ما حصلتي على نقاط اعلى وفرص اكثر في الحياه. من 1 حتى 3 ونص. ندوزو الا كنتي انسلز غتكون الحظوظ ديالك شبه منعدمه وحياتك صعبه ومليئه بالرفض والتنمر والتنازلات والتضحيات من الطرف ديالك باش تاخذ الحب والصداقه وتكون علاقات والقبول والاهتمام من المجتمع. حتى ولو كنتي ذكي او لا مثقف او لا غني، ما غاديش تكون عندك فرص باش تعيش في هذه الحياه. اما الا كنتي شخص متوسط فغادي تكون عندك واحد الحظوظ متوسطه، خاصه الا كنتي شخص ذكي وكرت مارس الرياضه وطورتي من اساليب البقاء ديالك واختاريتي واحد الطريقه اولا واحد الستيل ديال اللباس اللي غادي يجي معاك، وواحد الحسانه اللي زوينه وتعتني بشعرك والنظافه ديالك، ويكون عندك واحد الرصيد بنكي. فراه هكا تكون زدتي من الحظوظ ديالك باش تعيش مزيان في هذه الحياه. الشخص الاخر انسميوه مهند، كيتصنف من الرجال الالفا، وكتكون حياتك سهله بزاف والزهر ديالك طالع. ما غادي تحتاج لا تضحيات ولا والو باش تاخذ شي حاجه بحال الخدمه ولا الجنس ولا الصحاب. كلشي غادي يجي حتى لعندك وكلشي يبقى يمدحك، وغادي تاخذ الاهتمام بطريقه مبالغ فيها من طرف جميع النساء ولا رجال. شخصيا كنشوف هذه النظريه حقيقيه نوعا ما، ولكن اغلب الناس اللي هكا كتلقاهم انهزاميين، اي ما تيقينش في راسهم، والاغلبيه ديالهم كيوليو ضحايا مرض نفسي حيت كيظنوا راسهم انسلز. داكشي علاش الا كنتي هكا كنصحك تاخذ 30% من هذه الشخصيه و70 من الفلسفه ديال الريد بيل باش تحقق داك الاكتمال ديال 100%. نعطيك امثله بحال مثلا سوبرمان طويل وقوي والفا بتنقيط ديال 9 على 10. دابا انت قول لي واش يقدر شي واحد قرع وانسلز وقصير يكون سوبرمان؟ هنا نعرفوا ان تهوليود عارف الحقيقه ديال البلاك بيل وطبيعه البشر والحقيقه العالم الدارويني. حتى المخابرات ولا كيختاروا غير المهندات والقنوات الاخباريه والمودلز وحتى من الافلام ديال البورنو وزيد. واخيرا نقول لكم البلاك بيل حقيقه، والعالم الدارويني ما فيش مساواه وكيخضع للطبقيه. جيناتك وقيماتك هي اللي كتحدد المصير ديالك. وهنا غادي نقول لك وصلنا للاخر ديال الفيديو. الا عندكم شي فكره او شي حاجه خليها لي في الكومنت، والقادم افضل ان شاء الله. تهلاو.